ايضا من الاسماء التي لها ايضا تاريخ في هذا الملعب، وايضا تابعناها في المقابله الاخيره اللي كانت بمدينه مراكش رفقه المدرب رشيد الطوسي. اليوم عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تعطير الكره لمسات اليد ديال المدافع وضربه جزاء. نشوفوا هنا قرار ضربه جزاء. نعم ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي. لمسه يد داخل منطقه الجزاء، الكره ديالو رجع للخلف كيتقدم اشرف حكيمي ويضيع كره مشات مباشره الى خارج رقعه الملعب. على اي هي مع الانطلاقه ديال تفاصيل هذه المقابله كانت فرصه للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا حكيمي مشى الكره ديالو صوبها بقوه، الحارس كيحافظ على الكره ديالو بالكعب. هنا تمريره في اتجاه عدلي، تمريره الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. نقول بانه المباريات على سبيل الذكر اليوم امس قالوا في اتجاه زياش تمريره اماميه، فرصه محاوله ومباشره تنزاني امام المنتخب الوطني المغربي. كره اماميه، هذه محاوله راسيه، تحضير على مستوى الخط الامامي، الانزال بهذا الشكل. مرابط كيحط الكره ديالو كيلعبها اماميا عدلي رجعت الكره الوسط. شوفوا هنا الفرصه، ولكن في اخر المطاف كتجي المخالفه. هنا موفاتوس يصوب هذه الكره مباشره الى الامام. كره ملعوبه بناء العمليه الهجوميه المغربيه. الحكم يقول مخالفه، التدخل كان من موريس مدرجات الملعب لتشجيع المنتخب الوطني المغربي. تغيير كلي الجهه اليمنى الخط الامامي. هنا الانزال مباشره كتمشي كره تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه نصيري ارتقى الكره ديالو، مشى الكره ديالو، قام بشيء مطلوب. قليل من الحظ كان بامكانه انه يأطر الكره صوب المرمى. قليل من الحظ كان بامكانه انه يوضع الكره كاول هدف في الطريق المؤدي للمونديال. لاحظوا الابعاد المره اليسرى في اتجاه نصير، عمليه ديال الاستلام كان الاسرع في خطف الكره موريس ابراهام. الحكم كيدخل كيمنح بطاقه صفراء لنصير مزراوي. عناصر المنتخب الوطني المغربي تؤمن على تفاصيل مستوى الشق الهجومي بحثا عن الحلول من الاطراف. بعيده بعض الشيء لحارث في اخر المطاف. هنالك يسرى المنتخب التنزاني، انطلاق عن طريق تشارلز لجلب لاعبي المنتخب الوطني المغربي المنطقه ديال من خلال المرتد من الجهه اليسرى، ولكن هنالك تغطيه دفاعيه بطبيعه الحال نجم نتالق مع فريق دفاع الحسن الجديد ومصوبه. حكيم زياش كيرفع كره داخل منطقه الجزاء البحث عن الوطني المغربي، لعب سابقا مع فريق تولوز تظلم سيمبا. زياش سويبا، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي، هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقه ممتازه، احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. سويبا لا تبسط ولا ترد بهذا الشكل بهذه الطريقه، تهزيم الحارس كويسي كوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس، صوب السويبه مباشره اقدام اللاعب حكيم زياش اللي وضع الكره في المرمى معلنا عن سنه. لاحظوا ان الكره من جديد مغربيه محاوله من بلال خنيس، عنده تصريحات سابقه وقال على انه يمني النفس بان الكره الافريقيه وحتى على المستوى العالمي انها تلعب ندي، عنده بطاقه صفراء. يرجع كره، كترجع كره مره اخرى، فرصه من جديد، تمريره عمليه ديال المراوغه. هناك سقوط لاعبين اثنين وامام انظار الحكم المساعد الذي يعلن عن مخالفه مغربيه مع بطاقه صفراء هي الثانيه للمنتخب التنزاني. هذا ينفذ، يرفع الكره داخل منطقه الجزاء بالمحاذاه. وجدي صعوبه التنزانيين امام القوه التي يفرضها المنتخب الوطني المغربي على مستوى رقعه الميدان من خلال المحاولات ومن خلال البحث عن ممتازه. فرصه ديال هدف ثاني للمنتخب الوطني، ولكن الحكم عنده راي اخر. غنشوفوا الطريقه. كره جميله داخل منطقه الجزاء، راسيه ديال النصيري خلات الحارس انه ما يكملش المتابعه ديال الكره، وبالتالي لاحظوا مشى الحارس 100 لفرق كثيره وطنيا وخارج الوطن، المنتخب الاولمبي اللي مشارك واللي مقدم ايضا مباريات قويه. تهز من حارس المراوغه داخل منطقه الجزاء، بحث عن تصويب عن تمرير، وفي اخر المطاف هنالك تغطيه من الدفاع وكانت جيده، كان بالامكان مرور، اختار المراوغه في المكان المناسب، راسيه من جديد، فرصه الانزال من جانب كضيع هي اللي خدات الاسبقيه والاحقيه من مزراوي. غانم سيس، حكيمي اشرف، تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيد. حكيمي محاوله ديالو الوصول للكره الماضيه، كاين خطا واضح، الخطا ومخالفه للمنتخب الوطني المغربي. سقوط المرمى، اشرف حكيمي، سعيد سويبا يذكرنا بالكاس الامم الافريقيه. المنتخب الوطني المغربي سقوط المرمى، اشرف حكيمي، سعيد سويبا يذكرنا بالكاس الامم الافريقيه. المشاركه ديالو اللي كانت جيده خاصه على مستوى التصويب من الكرات الثابته. اشرف حكيمي، عادت الكره من جديد لتكون مغربيه، تحضير على مستوى الشق الهجومي في المسانده الهجوميه، تمريره جانب الانسلال. الحكم يقول واصل اللعب،
كرة في اتجاه اللاعب حاشي نوغا ضائعة. تدخل يقول الحكم لصالح المغربي. الخلوص دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة فرصة وهدف للمنتخب الوطني المغربي. هدف للمنتخب الوطني المغربي. التموضع جيد على مستوى رقعة الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحة مصيري في المكان المناسب لإتمام الكرة الماضية. كرة جانبية داخل منطقة الجزاء. اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكرة غتمشي بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه، يأتي هدف بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه. تغطية دفاعية لم تكن بالمرة جيدة من المنتخب ديال الحكم على أن الكرة الأمامية للمنتخب الوطني المغربي كان بإمكانها أن تكون في الشباك. هناك سقوط، نتمناو ما تكونش إصابة ملعب، الشيء اللي كيخليهم أنهم يكونوا سباقين الكرات وتصطدم الجدار. تعود مرة أخرى تغطية بهذا الشكل وضائعة من جديد مغربية، محاولة للانسلاخ، لكن هنالك تغطية كترجع من جديد تنزانيا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.